يعني انه اللعيب ستاند باي عامل زي المضيفين بتوع الطيران كده. هيقول لك خليك دايما اون كول. اون كول يعني ايه؟ اكلمك هقول لك عندك رحله كمان ساعتين اطلع، يعني فيبقى قاعد في البيت تجي له العربيه وجاي جاري تلاقيه طالع المانيا تركيا امريكا اي حته يعني. فبس ده مضيف او مضيفه يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول حاجه غريبه جدا انا اول مره اعرفها، انه اللعيب بيدوله قبل التمرين ب3 ساعات او 4 ساعات تمرينك الساعه كام وفين. تخيلوا لعيبه الاهلي بتهرب، مش بتهرب، ما اعرفش، خايفه خايفه من جمهورها، لان الجمهور اقتحم الملعب 3 مرات، وكانت النيه من اسبوع كده هينزلوا عليهم في التمرين يقلعوهم التيشيرتات، واللي ما يقلعش التيشيرت يتضرب. ما حصلتش قبل كده. وبعدين السياسه دي ايه؟ مش شغاله على اللعيبه بس، يقول لك بكره التجمع قدام مسجد الحصري مثلا، او ممكن يتغير عشان يجوا قدام مدينه الانتاج الاعلامي يعلنوا ان هم عايزين يطهروا الاعلام، وبالتليفونات وبالعربيات النص نقل مثلا يعني. افرض مثلا يعني، هل ده معقول؟ انا خايف من جمهوري؟ ده الواحد كان ينزل التمرين كده والجمهور بيسقف له وبيقول له تعالى، ولما يصد صده حلوه ويعلى كده الصوت مع الناس مع الجماهير، الواحد يتألق ويبقى التمرين بيزيد والحماس بيزيد، يبقى مبسوط. انا النهارده مره في مدينه نصر، ومره في الهدف، ومره في الملعب الفرعي، ومره في مش عارف ايه، ومره في اسكندريه، ومره فين، هروبا من جمهوري. ده هما الاثنين مكملين بعض، الجمهور واللعيب واللعيب والجمهور، ما ينفعش ده من غير ده ولا ده من غير ده. وصلنا للدرجه دي، وصلنا للمرحله دي، وصلنا للجماهير بتعتدي بالسباب على باب النادي الاهلي، على رئيس النادي الاهلي، وهو رمز من رموز هذا النادي لاعبا واداريا وحتى اصبح رئيسا للنادي، ونائبه واحد من اهم اللاعبين في تاريخ الكره المصريه محمود الخطيب، وبيطالبوا بعزل هذا المجلس وباقالته. حد يفكر فيها ويقول لي، ويقول لك يا اولاد يا اولاد يا اولاد تعالوا معايا هنغني لكم حكايه جميله وهنحكي لكم ابله فضيله. ما فيهاش ابله فضيله دي، ده احنا عايزين الفضيله، عايزين الفضيله وعايزين الاحترام. عايز اللي قاعد معاهم ده يقول لهم انتوا غلطانين في كذا وكذا وكذا، والنادي القانون ستطول الجميع.